العلاقة مع الله عز وجل هي أجمل العلاقات. والله سبحانه وتعالى لما أردنا نبني علاقة معه أعطانا أشياء ميسورة. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. نوافل، ما قال الصلوات، ما قال الفرائض في أوقات محددة في أماكن محددة، بالنوافل حتى أحبه. قال ولا يزال عبدي يتقرب، يعني لازم أنت تجيب بادر أول شيء إلى الله عز وجل، لازم أنت تجيب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا الله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أنت إيش تبي أكثر من هذا؟ تدري إيش يعني الله يحبك؟ الله يحبك يعني الله عز وجل ينادي في الملأ الأعلى وهو أعظم ملأ، وقبلهم على جبريل: يا جبريل إني أحب فلان، إني أحب عبد الله الغافري فأحبه. الله يحبك جبريل، شو السنة هذا شوي، فيحبك جبريل إن شاء الله. ثم ينادى في الملأ الأعلى بين ملائكة لا حصر لهم. لما كلمك عن الملأ الأعلى عن ملائكة لا حصر لهم، لا حصر لهم، لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل.